السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا ونورها وطبها محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حالة مستعجلة، لذلك اضطررت إلى تصويرها لأنها لا تحدث دائما، وإذا حدثت عند المتابعين فإن الفرخ يموت داخل البيضة، لذلك استثمرنا هذه المناسبة لتصوير هذه البيضة. بداية طبعا عند فقس الفروخ من البيض تظل بعض البيوض لا تفقس، وبالتالي نسميه تخنيق موت الفرخ داخل البيضة، ويكون السبب هو التصاق وجه ورأس الفرخ أو جناحه الأيمن أو الأيسر داخل البيضة. كيف نتعرف على هذه الحالة وكيف نعرف بأن الفرخ يحتاج إلى مساعدة؟ انظر الآن معي إلى هذه البيضة. هذه البيضة يوجد فيها ثقب صغير. الآن ندخل طبعا على الضوء. ألاحظ متابعي الأعزاء أن الحجرة الهوائية واسعة وأنه يوجد ثقب في البيضة. ها هو الثقب واضح. الفرخ في هذه الحالة لا يستطيع الخروج طالما أنها مثقوبة بها ثقب. إذن الفرخ ملتصق بالداخل يحاول الخروج لكنه لا يستطيع. سأحاول توسيع هذا الثقب الصغير وأنظر برفق إذا كان فعلا الفرخ ملتصق بالداخل ويحتاج إلى مساعدة. إذا كان يحتاج إلى مساعدة سأقوم بمساعدته. تمام؟ سأستخدم ريشة لعملية توسيع البيضة. طبعا هذا المكان اللي هو به الحجرة الهوائية التي ظهرت قبل قليل. طبعا لو لاحظنا سنجد أنه بالفعل رأس الفرخ ملتصق من الداخل ولا يستطيع الخروج، وبطن الفرخ شبه مكتملة. ها هو الفرخ يحاول الخروج. الآن سأعيد الفرخ تحت الأنثى ليبدأ بعملية الجفاف. الآن أنا قمت بمساعدة الفرخ، سأعيده إلى تحت الأنثى لتتم عملية الجفاف. طبعا الذي يحدد أنه هذا الفرخ يحتاج إلى مساعدة وجود إخوانه بجواره. طبعا توجد بيضة أخرى سأقوم أيضا بفحصها إذا ما كانت تحتاج إلى مساعدة. بداية لا يوجد فيها ثقب وهي تتحرك على زاوية واحدة. سأضعها على الجوال وأرى إذا ما كانت تحتاج إلى مساعدة مثل البيضة الأولى. طبعا هذه البيضة الثانية الحجرة الهوائية متوسعة. لو نظرنا نجد أن الحجرة الهوائية متوسعة. أحاول أن أرى حركة داخل البيضة. حتى الآن لا أرى حركة. نعم، هذا المكان يبدو أنه حاول أن يثقب هذا المكان. حتى الآن لا أرى حركة داخل البيضة، لكن الشعيرات الدموية واضحة. لذلك أنا سأقوم بإعادة هذه البيضة تحت الأم. هذه لربما لا تحتاج إلى مساعدة، قد تكون هذه هي البيضة الخامسة في هذا البطن. سأقوم بالانتظار. إذن بعد تفحصها لا يوجد ثقب، لا أرى ثقب في البيضة. لا أعلم إذا كان هذا الفرخ ميت أم حي. قمت بمساعدة بيضة فرخ. الثانية سأتركها تحسبا لأن يكون الفرخ حي. لا أرى حركة داخل البيضة. إذن ها هو الفرخ الذي قمنا بمساعدته، سنتركه تحت الأم ليجف. تمام؟ طبعا أخيرا وليس بآخر إن شاء الله رب العالمين، قد رأينا حجم الحجرة الهوائية للبيضة يزيد وثقب في البيضة. نعرف أن هذا الفرخ يريد أن يخرج. طبعا طالما أنه الفرخ محصور في زاوية من البيضة يكون الفرخ يحتاج إلى المساعدة، ونعرف ذلك من تاريخ البيض وأيام البيض 14 يوم للرقود. وعرفت أنا طبعا من إخوانه التي فقست وتبقت هاتان البيضتان لم تفقسها. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة كنت تراني للمرة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.